صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير عليكم عاملين إيه في السقعة الجميلة دي؟ إيه يا جيجي اللي أنتِ بتعمليه ده؟ هاحكي لكم يا أولاد absolutely صباح الخير عليكم عاملين إيه؟ أو مساء الخير عليكم، إزيكم حبايبي يا رب تكونوا بخير، فيديو جديد إن شاء الله، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعد كده نحط إيه، حطي أشياء يا بت يا جيجي، وبعدين كومنتاتي الحلوة اللي دايمًا بتسعدني، إيه اللي بيحصل لبلد وأنا إيه اللي بيحصل في البلد ده وأنا نايمة يا جدعان؟ هو أنا كل أمّا أنام يحصل أي حاجة كده وأنا ما انامش بقى؟ أنا ما انامش بقى أنا هافضل قاعدة بقى عشان أشوف اللي بيحصل في الدنيا دي إيه، أنام وأقوم ألاقي ولادي يقولوا لي: "يا ماما كان في زلزال بالليل." يعني إزاي ييجي زلزال من غير ما يقولوا لي؟ وقالوا لي: "باب الأوضة اتفتح الدنيا الشبابيك اتفتحت والسراير بقت تتهز." قال يا ولاد، قال يا ولاد، حد يقول لي، حد يطمني عليَّ كنت نايمة مش حاسة، يعني أنا كنت نايمة باتمرجح؟ أتاريني كنت حالمة إن أنا عمّالة أتمرجح في الملاهي، طيب ماشي، اللي حَس بالموضوع يقول لي يمكن ولادي بيكدبوا عليَّ، يمكن ولادي كدابين. المهم هنا يا ولاد تعالوا بقى نحضّر مع بعض كده أكل كده خفيف إيه، ده فطار بُصّوا فطار عتيق، عتيق خالص من الآخر. حمّرت كده شوية بطاطس وبعدين كان عندي فلافل طلّعتها وكان عندي فول طلّعته فضلة خيركم بقى، الجو ساقع يا ولاد وبيأكّل بصراحة، يعني الجو ساقعة وبيأكّل، فقُلت بقى إيه ما بدّيهاش، قومي يا بت يا جيجي كده ولّعي على البوتاجاز، ولّعي على حبّة الزيت وحافظي على الزيت على قد ما تقدري، بُصّوا الزيت ده هيفضل موجود كده لغاية ما أقلي فيه كل حاجة في المنطقة، اللي عايز ييجي يقلي بطاطس عندي أهلًا وسهلًا قبل الإزازة ما تخلص. تعالوا يا ولاد تعالوا إحنا كلنا إخوات والدول بتسلّف بعضها، فإحنا نسلّف بعض حبّة زيت. طب اللي عنده تومين يعني يبعت لي إزازتين. أنتِ بتشحتي يا جيجي على الهوا مباشر؟ أيوه أنا باشحت على الهوا مباشر. المهم بقى عملت فلافل كده أنا ولادي مش بيحبوا الفلافل عارفين اللي هي الكورة بيحبوها كده مبططة، عارفين المبططة دي؟ زيّهم كده مبططين، فعملت كده كام فلافلاية كده وكانت ريحتها قلبة الدنيا، آه والله، الفلافل دي أمّا بتتعمل في البيت يا سلام، يا سلام، يا سلام، 3 يا سلام، اللي وصل بقى عند ال3 يا سلام يكتب لي في الكومنتات. المهم بقى حمّرت كده الفلافل على النار، البطاطس خلاص بتاعتي طلعت، ما لكوش دعوة بالحلة وما لكوش دعوة بعلبة الهريسة اللي هناك دي، ما تشغلوش بالكم عشان يعني المفروض ما تطلعش في الكاميرا بس لأ عادي، عادي أنتم بقى في مطبخي ومطبخي زي مطبخكم بالضبط. المهم بقى إيه تعالوا اتفضلوا معانا، تعالوا اتفضلوا كلوا معانا، المهم بقى حمّرت البطاطس كده وحطيت عليها شوية فلفل أسود وشوية كمون وشوية ملح، عقبال ما الفلافل تتقلى الزيت بقى سخن ومولّع بقى ما أقولكوش والمطبخ دفا، بُصّي عايزة تدفّي مطبخِك اعملي أكل في البيت، آه والله، قومي كده حمّري شوية بطاطس، اعملي شوية شعرية، اعملي شوية فشار للولاد، هتبُصّي تلاقي الدنيا اتدفّت شوية، لإن الجو في إسكندرية يا ولاد ما أقولكوش، ما أقولكوش. بُصّوا أنا لابسة هدوم قسمًا بالله، أنا باقوم الصبح بُصّوا يعني عايزة ألبس المنطقة بحالها، آه والله، أي والله. المهم بقى كده إيه، خدت معلقتين زيت ما أنا يعني أنا مش أنا قُلت لكم الزيت ده هاستغلّه أسوأ استغلال، أخدته على الفول، يالّا ها زي بعضه. خدت معلقتين كده الفول ده بُصّوا يعني فيه كل حاجة، معمول فيه كل حاجة، قلّبته كده قُلت أسخّنه بس تسخينة كده ياخد بس تسخينة كده يبقى حلو يعني سُخن، والفلافل بتاعتنا شايفين جمالها، جميلة يا ولاد، جميلة يا ولاد، ما تيجوا اتفضلوا. المهم كده كان عندي شوية جرجير في التلاجة، قُلت لهم تعالوا الجرجير بقى حلو بُصّوا الخضرة في الشتا متعة، متعة. طلّعت بقى شوية الجرجير كده غسلتهم غسلة حلوة، والفول على النار أهو، وأدي الفلافل بتاعتنا وطبق البطاطس، كان عندي بقى عيش مقرمش، عارفين العيش العيش ده؟ أهو، أهو، هو ده بيتكسّر ده عارفينه؟ حطيت كده منه بقى حبة، يا سلام بقى مع الأكلة دي ما أقولكوش، حاجة كده يعني بُصّوا العيش ده في الشتا تحفة، هاتيه في الشتا كده وجرّبيه كده مع فلافلاية وحتّة جبنة تركي كده، يا سلام! استنى أمّا آخُد بُق شاي، عاملة كوباية شاي سخنة كده عشان سقعانة، أهو، أهو بُصّوا شايفين الفول نازل زبدة يا ولاد، زبدة، زبدة كده، قومي يالّا كده اعملي لِك شوية فول كده وشوية فلافل كده سواء عشا والّا هتفطري الصبح والّا أي حاجة أيًا كان بقى، وكان عندي حتّة جبنة بيضا وطلّعت بقى كل اللي في التلاجة والله سِبنا الجبنة التركي وأكلنا بس فلافل وفول وبطاطس، أحلى حاجة مع الجرجير كده وأحلى بُصّوا فطار أو أحلى عشا ممكن تعمليه. هنا بقى دخلت على المطبخ بعد ما خلّصت كل الكلام ده كلّه بقى، دخلت على المواعين اللي هي مغسولة هاشيلها بقى في مكانها، وبعد كده بصّوا أنا دخلت أنشّر كنت باطير، والله العظيم كنت باطير، دخلت لقيت المنشر متدغدغ 100 حتّة بس ركّبته تاني، هو بيتفك وبيتركّب، والغسيل كلّه في الأرض وقفت أنشّر ما بقيتش الهوا داخل من كل حتّة، داخل في صواريخ وداني، وداخل بُصّوا أرفع إيدي داخل تحت هو داخل في كل مكان، مهما تلبسي ومهما تعملي هو داخل. المهم أنا رجّعت الكوبايات الكبيرة دي مكانها فوق، وكده إيه قُلت أغسل شوية المواعين دول شوية صغيرين جدًا يعني مش هياخدوا وقت معايا، عشان عندي حاجات تانية عايزة تتعمل، عندي غسيل يتشال وغسيل طار، طار يا ولاد طار، ما حدش شاف التيشيرت بتاعي الأزرق؟ بجد يا جيجي مش لاقياه، والله ما لاقياه. شكله طار،
أنا عارفة مين اللي أخده الجيران، الجيران، بس أنا مش هاسيبكم، ولو لقيت واحدة فيكم لابسة التيشيرت بتاعي شوفوا هاعمل إيه، هاعمل لكم فيديوهات على اليوتيوب، فيديوهات، يعني بُصّي طلّعي الجاكيت طلّعيه، هتطلّعيه يعني هتطلّعيه لإن أنا عارفة حاجتي يعني. هاشوفِك وأنتِ منشّراه بقى، هاشوفِك وأنتِ لابساه بقى، إيه دي أنتِ هتتعاركي مع الجيران والّا إيه؟ أمّال طَرّاح فين؟ أنا بالاقي غسيل في الشارع. طَب هاقول لكم على حاجة، أنا من كام يوم لمّا كنت مع ريتاش بنتي في الباليه، لقيت ملاية طايرة، أنا ما أعرفش جات منين والله، لقيتها وأنا واقفة كده طايرة ونازلة، بس من العمارة اللي أنا واقفة تحتها على طول، أخدتها واقعة في الأرض في الطينة واتبهدلت والله، طاطيت جبتها واديتها للبواب، قُلت له: "لو سمحت دي واقعة من فوق، ادّيها لهم بقى ما ادّيهالهمش أنا اديتها له وخلاص." ف تبّته على الغسيل يا ولاد، تبّته على الغسيل، كفاية أنا كل ما أمشي ألاقي هدوم في الشارع، قسمًا بالله بالاقي غسيل بالهبل، وبالاقي بقى داخلي وخارجي وكلّه مرمي في الشارع، فكده كتير يعني الدنيا ساقعة والناس عايزة تتدفى مش عايزة حاجتها تطير. آه والله بالاقي هدوم كتير في الشارع. بتطير كده الجو بُصّوا بعدين عايزة أقول لِك على حاجة، لمّا الدنيا تشتي كده وفي صواريخ من الهوا، ما تمشيش تحت امشي تحت البلكونات، ما تمشيش في نُص الشارع، لإني بامشي ألاقي حاجات عمّالة دريب تُقع في الأرض، دريب تُقع في الأرض، فتنزل على دماغِك حاجة والّا صرصور ودانِك، أنا مش مسؤولة، أديني قُلت لِك أهو، أديني قُلت لِك ما تمشيش في نُص الشارع، خُشي من تحت العماير كده وتنِّك ماشية على طول كده لغاية ما تروحي مشوارِك، آه والله ما باهزر على فكرة مش باهزر. ما تمشيش جنب عمود نور لإنه هينزل على دماغِك هيولّع فيكِ. ما تمشيش جنب إيه يا جيجي؟ المهم ما تمشيش جنب حد مع حد، يعني لقيتِ 2 ماشيين جنب بعض ما تمشيش جنبهم، لإن اللي جنبها ممكن يُقع عليه حاجة فيقوم واقع عليكِ أنتِ، فاهمينّي والّا إيه؟ افهموا بقى، افهموا اللي أنا باقوله بقى، أنا خايفة عليكم والله. أخدت بقى شوية المواعين بتوعنا كده في إيه؟ في حاجة بترن جنبي، استنى آخد بُق شاي كده يدفّيني عشان سقعت وأنا باغسل مواعين. الله! كوباية شاي بالنعناع بقى سخنة كده، قومي يا بنتي اعمليها يا أنتِ وهي، قومي يا حبيبتي، قومي يا ماما أي حاجة في التلاجة إيه، قومي عندِك عندِك سحلب، عندِك حلبة، أي حاجة تدفّي ما تقعديش كده، لكلوكِك أهم حاجة واسترتشِك، أنا قُلت لِك أهو مش مسؤولة على اللي هيحصل لِك. غسلنا بقى شوية المواعين ما أخدوش في إيدينا وقت خالص لإنهم حبّة صغيّرين على طول، وفضّيت الحوض وخلّيت الدنيا زي الفل، وعمّالة أفكّر أنا هاخُش البلكونة إزاي، أنا سامعة اللي ما حدش سمعه، أنا في الدور التاسع يا جدعان ما عنديش حاجة من جنبي شمالًا ولا يمينًا، يا رحاب هي ليميني وشمالي فاضي، رحاب ستارتها طارت، وأنا دخلت لقيت المنشر 100 حتة في الأرض، والغسيل بقى لمّا نشّرته بقى هتشوفوا دلوقتي معايا حطيت كلّه مشابك فيه، ما ينفعش بقى أنشّره كده لإن لقيته في الأرض بصراحة، أخدته كلّه تاني دخّلته جوّه الغسالة نشّرته، ده أنتم هتشوفوا بلاوي دلوقتي، هتشوفوا بلاوي، استنوا بس، استنوا جاري الفيديو أنتِ اقروا بقى يا رشا وأنا شايفاكِ. طَب أكلتوا إيه النهارده يا جيجي؟ بُصّوا إحنا يعني لحد الآن دلوقتي ما اتغديناش، أنا عندي النهارده احتمال يعني ممكن يطلّع تونة وشوية بطاطس محمّرين كده وخلاص، لإن أنا يعني عشان أنزل السوق ممكن ما أرجعش تاني، من اللي أنا شايفاه من البلكونة من هنا، أنا قافلة عليّا أنا وولادي والدنيا عمّالة برّه يعني أنا متهيأ لي لو طلعت أي حد هيطلع هيطير، هي دي إسكندرية يا جدعان، بتحبي الشتا أنتِ يا جيجي؟ دلوقتي بعد اللي شُفته ده ممكن أغيّر رأيي، لإن الموضوع صعب يا جماعة، صعب. قولوا لي أنتم عاملين إيه في الجو ده؟ أنتم أكيد عندكم ساقعة بس، لكن ما عندكوش هوا كده صح؟ اكتبوا لي، اكتبوا لي الناس اللي أدوارها عالية زينا كده. المهم بقى غسلت كل الحبة اللي أنتم شُفتوهم دول ما أخدوش خالص أي حاجة، المهم إن أنا إيه سخّنت كده إيدي وحطيت إيدي في المَيّة، أهو زي ما أنتم شايفين شوية المواعين وأخدت حلتين كده كانوا على البوتاجاز قُلت لهم تعالوا، وهنا برضه قُلت إيه للرخامة تعالي كده بالمرّة، كانت رُقيّة عاملة كوباية نسكافيه ومطرطشة بالمضرب على البتاعة دي كلّها، طرطشت، طرطشت، طرطشت وسابتها ومشيت. فأنا بقى إيه لقيت شكلها كلّها بُصّوا زي ما شايفين على الحيطان كمان، فقُمت ماسكة الفوطة بتاعتي دي كده رُحت شطفتها رجعت تاني أهو هامسح بيها بقى الstand ده، هامسحه كويس جدًا لإن النسكافيه بيعلّم، هنمسحه كده كويس وارجّع كل حاجة تاني مكانها وخلاص، يعني الموضوع سهل وبسيط يبقى أنا كده إيه خلّصت اللي عليّا، آه والله خلّصت اللي عليّا، عشان أسخّن جسمي كده أخش البلكونة ما أحسش بالسقعة. دخلت بقى جبت الstand من البلكونة ودخّلته الأوضة وركّبته بقى كلّه حتّة، حتّة من أول وجديد خالص، وبعد كده دخلت البلكونة كنت حاطة فيها شوية بلاستيكات وحاجات عمّالة طول الليل تخبّط والستارة عمّالة تخبّط، لمّيت الستارة على جنب خالص،
ولميت البلاستيكات اللي في البلكونة، كان في جردل كده فيه بوية طلعته على السلم عشان ارميه يعني. وايه كمان يا بنتي يا جيجي؟ بصوا خليت الرخامة زي الفل كده، اخدت بقى الدنيا داير ما يدورا كده. ايوه ايوه تمام يا بنتي يا جيجي، شاطرة شاطرة. ضبطت كده حالي يعني، النوم يبقى المطبخ ايه، صاغ سليم، محدش هيخشه تاني صدقوني، مش هدخل حد جوه. لو حد دخل جوه هتبقى ليلته مطينة بطين. ايه يعني ده سقعن، بس البتاعة دي تبوش كده. دخلت بقى اول حاجة على التويليت كده. اي والله قلت بقى الحوض عايز تعمير امال يعني. قلت كده اخد الحوض كده بالبانيو بالارضيه كده بسرعه، مش هياخدوا في ايدي وقت خالص خالص خالص. يلا يا بنات قوموا تشجعوا كده، ما تكسلوش، الجو رهيب بس لا ما نقعدش بقى ونفرج الناس علينا يعني. مش نبقى قاعدين كده وحاجتنا مش نضيفه واحنا قاعدين بقى متدفيين يعني. ازاي يعني هتخش التويليت ازاي والحوض مش نضيف والبانيو مش نضيف وكده؟ فلا، ارجوكوا بقى كده صبنتوا كل حاجه، ما خليتش اي حاجه اهو. وانا لابسه الزعبوط بتاعي مدفيه نفسي لان الطرحه مش هتدفيني. وخدت الليفه بقى، دعكت كده الحوض وخدته زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. رجعت كل حاجه، بصوا والله في غمضه عين ما خدش اي حاجه. التويليت ده يا بنات لازم يوم ويوم. بصوا الكم بتاعي، يا خسارتك يا كمي. مش مشكله بقى، نخلص ونغير هدومنا بقى. خلاص خلصت الحوض وخلصت كده بقى، اروح اجيب كوبايه بس كده ايه، امضمض بيها الحوض يعني، اشطف الحوض بيها اهو. بُصّي الموضوع سهل وبسيط وما خدش في إيدينا وقت ولا حاجة. ليفتِك على طول في الحمام سايباها في طبق كده على جنب أو تحت الحوض أو في الوحدة اللي أنتِ عاملاها. أنا عاملة كده، حاطة الليف بتاع التويليت لوحده كده في كوز يعني، علشان خاطر لمّا أخش على طول إيه، أشد الليفة على طول وحبة أي صابون، أي حاجة عندِك، هتخلّي الدنيا والله زي الفل، أو شوية مَيّة الدنيا هتتضبط معاكِ. يالّا قومي يا كسلانة أنتِ وهي. قومي يا كسلانين، مع إن أنا عارفة كل متابعيني شطار وجُمال وبيقولوا لي: "يا جيجي إحنا بنعمل زيِّك ومش مقصّرين." شاطرين، شاطرين والله. أهو بُصّوا الموضوع سهل وبسيط خالص، خالص. طول ما أنتِ تقولي لي أنا سقعانة ومش سقعانة مش هتعملي حاجة. لكن أبقى قاعدة كده بقى برّه وحاسة إن الدنيا دافية كده، وفي الآخر أعمل حاجة بقى إيه، أكافئ نفسي بيها بقى، اللي هي أعمل كوباية شاي سخنة، أعمل كوباية نسكافيه، أعمل كوباية قهوة. أُمّال، أُمّال يا ولاد. هو أنا هافضل يعني شغّالة كده شركة أونِكس وفي الآخر ما اكافئش نفسي؟ لأ استحالة. absolutely. خلاص خلّصنا كل حاجة كده وشطفنا الحوض بتاعنا. تعالوا بقى نخش على كمان نرص بس الحاجة ونخشوا على البانيو بتاعنا. البانيو برضه مطرح امبارح رقية وريتاج أخدوا shower كده، فإيه قُلت إيه أنضّفه كده بسرعة مش هياخد وقت في إيدي. الفوطة دايمًا طبعًا الميكروفايبر دي معايا على طول في الحمام، باغسلها ولو عندي منها كذا واحدة باخلّص وارميها على طول وكده. مخلّياها بقى أنشّف بيها الحوض وأنشّف بيها إيه، أي حاجة مبلولة. أنا ما باحبش البانيو يبقى عليه مَيّة والحوض وكده، باحب أنشّف الحاجة كده، مع إن ده حوض يعني بس برضه باحس إن في لمعة كده. خلّصنا تمام والدنيا زي الفل ورجّعنا كل حاجة مكانها. أيوه، شاطرة يا بنتي يا جيجي. خلاص كده يالّا بينا بقى على البانيو بتاعنا. أها، حبّة صابون سايل كده، ما كانش عندي اللي هو الرابس والكلام من ده. قُلت له: "تعالَ يعني ما أنت هتنضّف، هتنضّف، إذا كان بتنضّف المواعين يعني مش هتنضّف لي البانيو، تعالَ." ومسكت البانيو كده فوقًا وتحتًا وجنابًا وشمالًا ويمينًا ويسارًا لحد ما بقى فُلّة شمعة منوّرة. أهو، أها، والقطنة ما بتكدبش يا جماعة، القطنة ما بتكدبش. أنتِ رغاية أوي يا بنتي يا جيجي. أيوه أنا عارفة. أهو، أهو، أهو. عدّاني العيب والّا ما عدّانيش؟ عدّاني والّا لأ؟ اكتبوا لي قولوا لي عدّاكِ، عدّاكِ يا أختي. مسكت الحنفية كمان كده قُلت لها تعالي يالّا، كانت ملطّشة كده شكلها كان عليها بلسم والّا إيه. ويالّا بينا بقى كده نشطف بقى مع بعض البانيو بتاعنا. أخَد حاجة، حسّيتِ بحاجة زي جَكّة الدبوس ولا أي حاجة. خدت بقى الفرشة اللي في الحمام طلّعتها برّه عشان برضه أنضّف الأرضية كده، بس إيه، يعني في السريع يعني، وهانشّفها بالفوطة بتاعتها وخلاص كده. ما خدش في إيدي حاجة. عملت الtoilet طبعًا بس ما رضيتش أورّيه لكم يعني أعزكم الله، عشان بس إيه، الناس اللي بتقرف وكده. بس عملته وخلّيته زي الفل وكبّيت فيه شوية كوريكس ألوان وريحته بقى بُصّوا فُلّة، فُلّة. أي والله. أهو. خلّصت كده البانيو ما خدش وقت خالص، في ثواني. نفرش بقى البتاعة دي عشان ما تزحلقناش، دي أي حد يخش ياخد shower ما يتزحلقش. هي بتمسك في البانيو كده بصراحة حلوة يعني. أهو صبّنته وما فيش أي حاجة والدنيا تمام، وماما حلوة وبابا حلو وأنا حلوة وكلنا حلوين. اهم.
بس كده. خلصي يا ست هاني. بس كده شاطرة يا بنتي يا جيجي. بصوا بقى الأرضية بقول لكم قبل دي، قبل هوريكم بعد بقى. هتبلق هتبلق هبرلقها كده. فتحت الشباك كمان عشان يهوي معايا، ما انا مش هبقى قافله الشباك بقى. نشفتها بالفوطه كده وغسلت الفوطه كويس جدا وخلاص، وفرشت الفرشه بتاعتها. والحمام راح زي الفل. اي حد استقبال اي ضيف يخش لنا يطب علينا اهلا وسهلا، حمامنا زي الفل يا جدعان. اتفضل يا اخوي او اتفضلي يا اختي كده يعني. دخلت بقى على اللي ما بيرحمش. قلت بقى ايه انشر شويه الغسيل. بصوا انتوا هتشوفوا من الغسيل هتعرفوا. انا واقفه مش شايفه من الهوا. يا هوا يا هوا، مش عارفة ايه سوا، يعني يا هوا. يعني ياما احس السادة يعني ياما. بصوا بصوا الستاير والشبابيك والجيران بصوا. يعني ياما. يعني ياما انا كنت بعمل كده جوه. عايزة أنشّرهم وأجري، بس عايزين يتحطّوا فيهم مشابك عشان هيطيروا، والله هيطيروا لو ما عملتش المشابك فيهم هيجروا. يا ولاد ما تلبسوش وتقلعوا يا ولاد، حرام عليكم، حرام عليكم. إحنا لو هُم حاجتين لو يتنهوا في الشتا الحياة تبقى وردي وجميلة، إيه هُم؟ الغسيل والمواعين. لو الحاجتين دُول مش موجودين يا سلام! والحتت الصغيّرة بقى اللي بتيجي تنشّريها دي بتزهقِك في عيشتِك. بُصّوا المساحة كنت باساقي البلكونة بقى كانت مليانة مَيّة، فكنت بانزّل بقى في المزاريب. عارفين المزاريب يا ولاد؟ المزاريب. يا حبيبتي السودا يعني يامّا. تعالي لي يامّا. تعالي لي يامّا شوفي بنتِك يامّا في الهوا، واقفة في الهوا هوايا. دي جزمة الباليه لا مؤاخذة يعني بتاعة ريتاج عشان رايحة بيها بالليل الباليه. فقُلت أغسلها لها بسرعة لأحسن هي لو اكتشفت إن أنا غسلتها في نفس ذات الوقت هيبقى صعب اليوم بالنسبة لها. هتقول لي: "مبلول." أنا سايباها كده إيه لغاية الساعة 07:00 كده. أخش بقى أجيبها من البلكونة ونحطها في شنطة الباليه بتاعتها. نشّرت الغسيل في بُصّوا وجريت. أنا جريت خلاص كده خلص أهو، خلص الكلام. تعالوا بقى أوريكم المنظر من فوق. بُصّوا الشارع غرقان مَيّة والبيوت غرقانة مَيّة والدنيا غرقانة مَيّة وحلوة، ماما حلوة. خلاص كده نقفل بلكونتنا. بُص بقى الغسيل ده اللي هو لمّيته وأنا حطيته كده عشان مندّي. فعشان ما عنديش مكان فنشّرته على السراير بقى وعلى الكومودينات وعلى إيد البلكونة. آه والله. آه والله، عادي بتحصل في أحسن العائلات. قُلت بقى أروح أعمل كوباية نسكافيه، بس أنا كنت شاربة الصبح. بس قُلت أعمل كوباية صغنّنة، يعني مش هنكتّر المرّة دي كده إيه حبّة صغنّنين. ما لقيتش قهوة، فقُلت إيه، حاجة سخنة وخلاص. سخّني يا بنتي يا جيجي كده أهو، أهو. طالعة لكم زي ما أنا على فكرة، زي ما صحيت من النوم زي ما أنا كده، ما غيّرتش حتى هدومي. قُلت أنا متدفية ولسه والجلاليب ساقعة بتبقى ساقعة. فخلّيني كده. ما خدتش بقى كيس النسكافيه كلّه، خدت حبّة منّه صغيّرين خالص كده وحبّة سُكّر وحبّة مَيّة وادّي له ادّي واشربي شوية نسكافيه يا بنتي يا جيجي وتعالوا آخدكم معايا هنشرب النسكافيه برّه في الدفا كده واوريكم الدنيا عاملة إزاي. ويعني الفيديو بتاعنا النهارده كان ظريف، خفيف، لطيف وما حدّش يقول لي فين الروتين يا جيجي حرام عليكم، ارحموني، ارحموني يا ولاد، سيبوني أقعد تحت البطانية شوية. خلاص كده خلّصنا، يالّا بينا بقى نصُب كوبايتنا ونطلع نقعد بقى برّه في الدفا شوية، عقبال ما نفكّر هنتغدى إيه. المهم إن أنا خلصت من حاجتين التويليت والتنشير، دول أهم حاجة بالنسبة لي. آه والله، أي والله. أهو، يالّا. خلاص، يالّا بينا بقى. طفّي النور، طفّي النور يا ولية. خلاص بقى خدت كوبايتي ورُحت قعدت كده جنب على الكنبة كده في الحتة اللطيفة الدافية دي والسجادة اللي اتفرشت دي، وفتحت الشباك كده قُلت أشوف الدنيا برّه من هنا. يمكن الناحية التانية فيها هوا يا هوا، هنا ما فيش هوا يا هوا. لقيت هوا يا هوا هنا وهوا يا هوا هنا. وكده خلاص كان الفيديو بتاعنا خلص معاكم النهارده. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. في رعاية الله ودعوة حلوة من قلوبكم كده ولايكاتكم وأشياءكم وحركاتكم. أنا باقول لكم أهو، أنا باقول لكم أهو. تهديد ده يا جيجي اعتبروه زي ما تعتبروه بقى. ها، يالّا أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.